لو بتحب شغلك او حتى مستحمله عشان اخر الشهر، فتعالى احكي معاك في شويه غلطات صغيره بنعملها على طول ممكن تضيع مجهودك كله من غير ما تحس. غالبا مفيش حد هيقول لك عليها بشكل مباشر، ومعظمنا بيكتشفهم بنفسه بالهارد واي بعد ما يكون اشتغل 5 سنين مثلا، لما بنلاقي نفسنا مش عارفين نكبر او نترقى او بنلاحظ ان احنا اتاخد عننا انطباع غلط ما كناش نقصده. ففي الفيديو ده انا جايه لك من المستقبل عشان احاول اقلل من عليك شويه خسائر فممكن تصلح الدنيا بدري بدري. خليني اقول لك ان اول غلطه واللي غالبا كلنا بنقع فيها في اول حياتنا المهنيه اننا بنكمل بستايل الجامعه ونخش بالشغل، فتلاقي نفسك بتتعامل مع زمايلك في الشغل بنفس الستايل اللي كنت بتتعامل بيه مع اصحابك او عيلتك، وجو وان فاميلي وان احنا كلنا مع بعض وكده. فارجوك ما تصدقش ولا شركه بتقول لك ان احنا هنا اسره مع بعض، احنا هنا كلنا عشان كل واحد فينا يعمل شغل معين، وبمجموع مجهوداتنا ده الشركه هي اللي بتحقق اهدافها، سواء ان الشركه بتكسب او مشروعاتها بتكبر. طب معلش ايه المشكله ان احنا نكون بنشتغل كويس بس في نفس الوقت عندنا صداقات في الشغل؟ ايه الكونفليكت يعني؟ هقول لك، التصرف ده بيخلي الناس تعرف كتير قوي عن حياتك الشخصيه بشكل اكبر من المطلوب، وبيسمح بتداخل في شكل علاقات الشغل اللي المفروض حدودها تكون مختلفه عن شكل العلاقات العاديه. كمان بيفتح مجال من العشم كده ما بين الزمايل، اللي هو انا عايزه اطلب منك حاجه فبدل ما ابعتها لك في ايميل وبشكل رسمي اجي اطلبها منك شفوي، ما احنا اصحاب بقى وفكك بقى من جو الايميلات ده. او انك مثلا طلبت شغل من حد فتلاقيه مش واخده بجديه كافيه او بيتاخر عليك في تسليمها او انه ما يعملهاش اصلا، ما انتوا صحاب بقى، فتلاقي نفسك بتشيل انت المسؤوليه لان في النهايه التاسك ما خلصتش، كانت مسؤوليتك. وكل ده عينه من شكل المشاكل اللي ممكن تحصل لك، مش كلها كمان. فعشان كده الناس في الشغل مش المفروض تكون اكتر من زمايل بس، بنتعامل بلطافه واحترام، شويه سوشياليزيشن، مجاملات خفيفه وشكرا. لكن اصحاب بقى او بس فريندز ده ما يحصلش غير في اضيق الحدود وبعد مرور وقت طويل قوي ومواقف اثبتت ان الناس دي ينفع يكونوا في الدايره القريبه. الغلطه الثانيه، خليني في الاول بقى احكي لك عن روب مارسي. كان خبير ارصاد جويه وكان شغال في ABC نيوز لمده 10 سنين، كان معروف جدا انه شاطر قوي وملتزم جدا. ففي سنه 2022 اتوقف عن العمل شهر واجبر ان هو يحضر دورات اداره غضب بسبب ان تعاملاته مع زمايله كان طول الوقت فيها تطور. لكن اللي حصل بقى ان موضوع الغضب بتاعه ما كانش اتحل، لانه في سنه 2023 اتمنع ان هو يدخل استوديو صباح الخير يا امريكا بسبب انه برضه تطاول على حد من زمايله، لغايه ما جت سنه 2024 بقى عمل مشاده قويه مع منتج في البرنامج ادت ان هو تم فصله بشكل كامل. ده بالاضافه ان كان بيحكي مشاكله الشخصيه بخصوص طلاقه لزمايله في الشغل. فعلى الرغم من انه كان شاطر جدا ومعروف عنه ده كل ده ما شفعلوش ان هو يكمل في الشغل، لانه عمل الغلطه الاولانيه اللي لسه كنا قايلينها، ان دخل حياته الشخصيه بقصصها في الشغل. لكن المشكله الاساسيه ان عند روب هنا ان ما كانش عنده تحكم في اعصابه. وانك تفقد اعصابك ده من اكبر الغلطات اللي ممكن تعملها في حياتك كلها مش بس في الشغل، لانها لا هتفقدك شغلك، لا هتفقدك حقك، لا على الاقل خالص هتفقدك احترام الناس. لمجرد انك لثواني ما قدرتش تتحكم في اعصابك بيكون ثمنها غالي جدا. فمهما كان الموقف صعب او مستفز حاول ان انت تتحكم في اعصابك وما تخليش ابدا حد يوصلك لده، او على الاقل خالص لو عارف انك عندك المشكله دي انك مش بتعرف تسيطر على اعصابك بسهوله، ابتديت تلاحظ ان التانك بيملى وخلاص هتنفجر وهتفقد اعصابك قدام الناس، انسحب من المكان فورا. مهما كانت النتيجه ان انت انسحبت من المكان هتكون افضل 100 مره من انك فقدت اعصابك قدام الناس. كمان خليك عارف ان الناس بتحترم وبتقدر اللي بيحترم، والشغل اساسه العلاقات اكتر من اي كفاءه. فانت عمرك ما هتكمل في المكان اللي انت بتشتغل فيه مهما كنت كفء وشاطر والناس عارفين عنك ده لو الناس مش بتحبك ومش عايزاك. وغير المواقف الصارخه دي اللي روب وقع فيها، في حاجات بتترجم على انها عدم احترام ممكن نكون بننساها في الزحمه، زي اني ما ابصش اللي قدامي وهو بيتكلم، انا مثلا اكون ببعت ايميل او بعمل حاجه، او اني بحرج حد بهزار او اتريق على حد في الشغل، او اني اقطع حد في ميتنج كذا مره. كل الحاجات دي بتعمل تراكمات في علاقات الشغل وبتيجي في وقت تاثر عليها بشكل مباشر. والغلطه الثالثه بقى انك على طول بتدي اكتر من المطلوب منك. ايوه زي ما سمعت كده. ايه ده، هو انا مش المفروض امشي الميل التاني دايما في الشغل؟ هو الحقيقه لا، مش المفروض خالص. انت من وقت للتاني تقدر تمشي ميل زياده بس وانت مدرك ان ده مش عمال على بطال. لكن لما بتكون بتعمل ده طول الوقت انا بضمن لك الاحتراق النفسي والجسدي والوظيفي في اقرب وقت. كمان ده بيخليك لو لاي سبب بقيت بتعمل المطلوب منك بس انت بقيت في نظر مديرك مقصر، لان ده ما كانش اخرك. لانك لما بتشتغل كتير قوي في الحاجات الاضافيه اللي هي اصلا مش مطلوبه منك، ده بقى هيخليك تغلط في شغلك الاساسي اللي هو مطلوب منك، لان الانسان طاقه برضه. فتتحاسب هنا بقى لانك في الاصل سحلت نفسك في حاجات كتيره قوي ما كانتش مطلوبه منك. تشتغل كتير، تغلط كتير، تترفد. الغلطه الرابعه بقى انك دخلت في صراعات انت مش طرف فيها. غالبا كده بيكون الجدر بتاعها النميمه. من اول ما بنمسك المج في الكافي كورنر في الشركه ونبتدي ندور على اللبن ونبتدي نتفقد احوال الشركه وايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل وننسحب للقيل والقال بسرعه الصاروخ. وهنا بقى انت بتدخل في دايره من القصص بتستنزفك على كل المستويات وعمرك ما هتخرج منها كسبان ابدا.
فهتلاقي نفسك بتتكون جواك مشاعر سلبيه تجاه ناس انت عمرك ما اتعاملت معاهم اصلا، وده اكيد هياثر على شغلك معاهم في وقت ما، لانك كونت صوره ممكن تكون او مش حقيقيه. كمان هيضيع لك وقت رهيب في تفاصيل الناس انت مش هتستفاد اي حاجه لما تعرفها. الغلطه الخامسه بقى انك بتتاخر جدا في تسليم الشغل والتاسكات اللي المفروض تعملها، وده مش مره ولا حاجه تعدي يعني، لا ده الطبيعي بتاعك، انت كل مره بتعمل كده. انت هنا بتقول لمديرك او الشركه اهلا وسهلا لو سمحتوا ما تعتمدوش عليا، انا مش قد المسؤوليه، واوعوا تدوني مسؤوليات اكبر بانكم ترقوني او تكبروني لان انا مش قد الحته دي اصلا. الغلطه السادسه بقى والاخيره ان يكون تواصلك سواء مع مديرك او مع زمايلك في الشغل بشكل شفهي، زي ما بنقول كده بقيقي. ولو تفتكر دي النقطه اللي اتكلمنا فيها في اول الفيديو، لان هنا اي حد فيكم ممكن ينسى اللي اتقال او يحصل سوء تفاهم مش مقصود، اللي هو لا انا كان قصدي، لا انت ما قلتش، لا انا ما فهمتش كده، ونحلف بقى ونخش في القصه دي. مهما كانت الحاجه واضحه وصريحه جدا بنبعتها في ميل، حتى لو احنا متفقين عليها في الطبيعي وخلاص كل حاجه خلصانه، بنبعت ايميل بنكونفيرم بس ان احنا اتفقنا على 1 2 3. ولو مش بنتعامل بايميل في الشركه وده يعني حاجه نادره شويه، هنا ممكن يجي دور الواتساب، هو مش بروفيشنال قوي بس لو اضطريت له تمام. فحاول دايما ان كلامك يكون موثق في مكان منعا للخلافات وان يحصل سوء تفاهم. وخليني اختم معاك بقى بناسا نفسها انها غلطت الغلطه دي لما انفجرت مركبه فضائيه كانت مخصصه ان هي تكتشف كوكب المريخ ومناخه وسطحه. اللي حصل ان تيم ناسا استخدم وحدات النظام الدولي SI يونتس، وشركه بناء المركبه الامريكيه استخدمت وحده قياس خاصه بيها، لانك لك ان تتخيل ان التواصل في حاجه كبيره زي دي كان بطريقه شفهيه وما حصلش اي تواصل رسمي. فكل واحد من الفريقين كان فاكر ان الفريق الثاني بيستخدم نفس وحده القياس بتاعته، كانه بالظبط تصميم عماره عملوا 2 مهندسين، بس واحد ترجم الارقام بالمتر والثاني ترجمهم بالسنتي. ولغايه ما اكتشفوا الغلطه دي كانت المركبه اتدمرت لانها انطلقت بسرعه اكتر بكتير من المطلوبه واتحطمت بالكامل في جو المريخ، وفقدت ناسا 193 مليون دولار سنه 1998 نتيجه ان المركبه اتحطمت. ملخص الكلام ده يعني ان عادي جدا ان اللي يكون بالنسبه لك بديهي ما يكونش بالنسبه للي قدامك بديهي خالص، زي في المثال اللي قلناه. وبس كده يا صديقي، حاول تتجنب ال6 اخطاء دول في الشغل و100% هتحس بفرق، سواء في الشغل نفسه او ان ده هيخليك تتجنب مشاكل انت في غنى عنها. وفي الاخر خليك متاكد ان انا بتمنى لك الافضل دايما. انا مريم عزت وده انفو ببساطه، ما تنسوش السبسكرايب واللايك.